أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما هو ثواب تفطير الصائم في شهر رمضان المبارك؟ ما هو ثواب أن تدعو المؤمنين إلى مائدة إفطارك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر في هذا الشهر مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبه ومغفرة لما مضى من ذنوبه. الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر عتق رقبه، ثواب من عتق رقبه، ومغفرة لما مضى من ذنوبه. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: من فطر صائما مؤمنا وكل الله به 70 ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل، يعني إلى مثل هذه الليلة من شهر رمضان القادم إن شاء الله تعالى. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ومن فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل. الله سبحانه وتعالى يعطي بهذا الإفطار لهذا الإنسان ماذا؟ كفارة لذنبه إلى شهر رمضان القادم. وأيضا من فطر اثنين، الرواية الواردة عن أبي عبد الله الصادق: كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. وعن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك. أن تدعو إنسان معين يفطر، بتعبيرنا يفطر عندك، هذا يكون أفضل من صيامك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء، أي من أجر الصائم شيء، يعني ما ينقص من أجر الصائم ماذا؟ شيء. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك. يعني هذا تدعي لك إنسان وتفطر عندك وتدخل السرور عليه، هذا يكون أعظم من صيامك يا أيها الداعي. وأيضا الوارد أيها الأحباب عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك 70 ضعفا، أو قال 90 ضعفا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نحن وإياكم، وأن ندعو الصائمين إلى مائدة إفطارنا، وننال بذلك الأجر والثواب العظيمين من قبل الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.